في ليلة من الليالي قرر الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز إنه يسافر من مدينة الزقازيق محافظة الشرقية إلى القاهرة عشان يقدم لابن بلده أغنية جديدة للمطرب العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. مرسي كان متعود إن هو ما يغيبش عن الزقازيق يوم واحد أو أكتر، لأنه كان بيحب الزقازيق وما كانش يحب يقعد في القاهرة. كل كتابات مرسي جميل عزيز كان بيكتبها على القهوة جنب بيته. عشان كده قال المعلم صاحب القهوة: أنا إن شاء الله بكرة مسافر القاهرة عشان أقدم أغنية لعبد الحليم وراجع آخر اليوم. لكن المفاجأة إن مرسي جميل عزيز غاب يوم واثنين وثلاثة، ولما دخل القهوة في اليوم الرابع قابله المعلم صاحب القهوة قال له: كده يا أستاذ مرسي تغيب عننا 3 أيام، فينك يا أستاذ مرسي؟ وحشنا يا أستاذ مرسي، بإيدي سلام وبعيني سلام وبقلبي سلام. كانت كلمات المعلم صاحب القهوة هي اللي خلت مرسي جميل عزيز انه يكتب الاغنية الجديدة بعنوان 3 سلامات. الاغنية الجديدة 3 سلامات اترشح لها المطرب محمد قنديل، وكمان الملحن الموسيقار محمود الشريف. محمود الشريف اللي ما كانش متخيل ان ممكن محمد قنديل مع الايقاع الفلس الجديد اللي هو عاوز يستخدمه في الاغنية ممكن ينجح. لكن المفاجأة ان محمد قنديل في البروفات غنى على احسن ما يكون، وده اللي فاجأ محمود الشريف نفسه. وفي النهاية طلعت أغنية 3 سلامات من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمود الشريف وغناء محمد قنديل، أغنية كسرت الدنيا في الوقت ده. وما زالت أغنية 3 سلامات عايشة معانا لعند دلوقتي، أغنية بكلمات وصوت وألحان زمن الفن الجميل.